بصراحة كده ما بقيتش قادر استحمل فكرة ان انا ابقى قاعد في امان. يعني الواحد بيبقى متضايق يا دوب من شوية حاجات بسيطة كده بيواجهها في حياته، ويكون اخواته بيموتوا كل يوم بسبب ان هم بيدافعوا عن ارضهم. انا مبقتش قادر اتقبل الفكرة دي، وعارف ان كل واحد فينا برضه مش قادر يتقبل الفكرة دي. فانا قررت اسيب كل اللي ورايا واطلع اتكلم عن اهم قضية في حياتنا كلنا كعرب وكمسلمين، وهي القضية الفلسطينية. وقررت ان أنا اطلع من غير حتى ما احضر اي حاجة ولا اكتب اي حاجة. انا عارف ان انا ساعات بتبقى من عادتي ان انا اطلع من غير ما اكون محضر حاجة، ولكن ببقى عارف انا هقول ايه. انا دلوقتي يا دوب انا ظبطت بس التصوير وطالع، وانا مش عارف المفروض اقول ايه، بس طالع عشان عايز ادعمهم حتى معنويا. الواحد لازم يكون حاسس ان هو بيعمل اي حاجة ولو حاجة بسيطة، احسن ما يكون قاعد كده يعني هو عارف ان في حاجة بتحصل وهو مش ملوش اي رد فعل، ملوش اي اكشن بياخده. انا عايز اقول لكم ان الحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها على الفيسبوك دي، ان احنا بنشير بوستات وان احنا بندعمهم بكام كلمه بنقولهم على الفيس، الكلام ده على فكره رغم ان هو بسيط بس بيفرق. والا ما كانوش هم الطرف التاني ما كانش يعمل الحاجات دي برضو. هم برضو بينزلوا حاجات ويدعموا ناس مش محتاجه انها تدعم اصلا. انا مش عارف يعني هم بيدعموهم على ايه. هم كده كده اصلا واخدين دعم من زمان، والا ما كانوش بقوا كده. الناس دي لوحدها والله العظيم ولا حاجه، لوحدها مجرد اعراء كده، حاجه مكشوفه قدامنا تداس بالجزمه. الناس دي وراها ناس كبيره، وللاسف يعني احنا مش عارفين كل حاجه. احنا بس كل اللي عارفينه ان احنا يعني اهلنا بيموتوا كل يوم، وهم مش عارفين اصلا يدافعوا عن نفسهم، لان هم مش واخدين فرصة يدافعوا عن نفسهم. هم بيدافعوا عن نفسهم بايديهم بالطوب، بحاجة بسيطة يعني. مش فالناس دي كل يوم اصلا مش بتدافع عن نفسها بس، هي بتدافع عننا كلنا، لان دي مش قضية بلد، دي قضية العرب كلهم. ومفيش اي حد عربي متهيالي موافق على حاجة من اللي بتحصل دي. كل واحد فينا كده لما بيجي يقعد مع نفسه بيبقى عايز يعمل اي حاجة، بيبقى نفسه منى عينه يشارك ولو بحاجة بسيطة. فاللي انا عايز اقوله ان الحاجات اللي احنا بنعملها دي، لا استمروا فيها، استمروا في ان انتوا تنشروا بوستات، استمروا في ان انتوا تتكلموا عن القضية بشكل عام وانتوا قاعدين مع اصحابكم على القهوة عادي. اتكلموا. لازم الموضوع ده يفضل عايش، يفضل عايش ما بيننا، نفضل نقوله لاولادنا، نفهمهم ان فلسطين هي البلد الحقيقية وانها محتلة. مفيش حاجة اسمها الدولة التانية دي، مفيش دولة اسمها كده أصلا. هي فلسطين وهي هتتحرر، ومعروف إنها هتتحرر، وهم كمان عارفين كده. يمكن أصلا اللي هم بيعملوه ده عشان هم عارفين إنهم في يوم من الأيام مش هيبقوا موجودين أصلا، لأن هم عمرهم ما كان ليهم وجود. اللي زعل أكتر وأكتر إن لما حاجة زي دي حصلت في دولة تانية من الدول المعترف بيها زي دولة أوكرانيا، العالم كله وقف على رجل وكأن في مصيبة حصلت. لما روسيا ضربت أوكرانيا كل العالم قال لأ، إحنا مفيش عنف، وإحنا كلنا بندعو للسلام وما ينفعش ده يحصل. فاللي هو طب ما في دولة تانية بتعاني من نفس اللي أوكرانيا عانت منه ده لمدة أكتر من 70 سنة، محدش اتكلم عنهم ليه؟ محدش شارك ليه؟ محدش عمل اجتماع برلمان؟ الحاجات دي ما حصلتش ليه؟ برضو أنا في بوست كده نزلته من يومين، انا لو ما كنتش نزلت البوست ده كان ممكن يجرى لي حاجه. كان في كده مشهد في فيلم حرب كرموز لما كان بيومي فؤاد قاعد مع الجنرال، وكان الجنرال بيقول له ان انا عايزك تجيب قوه من البوليس المصري تضرب الاسم، يعني عساكر مصريين يضربوا عساكر مصريين. فقال للجنرال طب ما تضربوهم انتوا وتخلصونا. قال له ما انا لو ما كانش عندي ولاد دمهم غالي كنت عملتها. قال له يعني هم دمهم غالي واحنا دمنا رخيص؟ الجمله دي اثرت فيا جدا، وحسيت ان هي بتوصف كل اللي بيحصل. يعني لما اوكرانيا فعلا اتضربت كله دعمها، كله حرفيا. طب ايه يعني هم ايه واحنا ايه؟ ما احنا بني ادمين برضه. انا كل اللي انا شايفه ان الناس دي من حقها تدافع عن نفسها، ومن حقها تاخد فرصة انها تدافع عن نفسها، مش تدافع عن نفسها بايديها. لا، دي بلد المفروض يبقى ليها جيش يدافع عن نفسه. انما هي كده محتلة، مفيش اي كلمة توصف الوضع الحالي غير انها محتلة. لما حصل الضربة بتاعة طوفان الاقصى دي، احنا كلنا فرحنا رغم ان هم يعني برضو ما عملوش حاجة كبيرة، بس ده انتصار في حد ذاته، انتصار بان احنا بامكانيات بسيطه قدرنا نعمل حاجه زي كده. لا ده انتصار، وانتصار كبير. ودي ما كانتش اول حاجه تتعمل ولا هتبقى اخر حاجه تتعمل ان شاء الله. الموضوع بيقرب، الا ان نصر الله قريب. دي رساله بجد، يعني لازم كلنا ننشرها. لازم كلنا نبقى عارفين ان هو خلاص هي بقت مساله وقت. بس دلوقتي يعني هي قربت فعلا، فاحنا لازم نبقى واقفين جنب بعض ونبقى بندعم، حتى لو من قلوبنا، حتى لو بنتكلم. بس الكلام بيفرق، والله العظيم الكلام بيفرق. اتكلم عن القضية، وانشر بوستات، واعمل هاشتاجز. كل الكلام ده بيفرق. محدش يبقى فاكر ان الحاجات دي مش بتفرق. انت صوتك والله العظيم يفرق كتير. يعني كلنا مثلا زعلنا من ان محمد صلاح ما شاركش وقال رأيه في القضية
ولا مش رأيه اللي هو يدعم زي ما بقية الناس النجوم عملوا. عشان محمد صلاح ده بالنسبة لنا يعني هو حاجة كبيرة، بس هو دلوقتي يعني لا، احنا كناش منتظرين منك كده. السكوت ده مش حلو. انت ممكن الواحد يفكر طب هو انا اعمل ايه لما اتكلم؟ يعني هو انا دلوقتي مثلا لما عملت الفيديو فلسطين اتحررت ولا اي حاجة، بس الواحد من جواه اصلا ارتاح. الواحد حس ان هو عمل حاجة، الواحد حس ان هو شارك في حاجة المفروض ان هو يكون مشارك فيها باكتر من كده. بس هو ما باليد حيلة، يعني الواحد ولا هو صاحب نفوذ ولا صاحب قرارات ولا حتى صاحب مال بحيث ان هو يدعمهم بحاجة اكبر من كده. الواحد بيعمل اللي يقدر عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى موصينا بكده ان انت تغير حتى لو بقلبك. انت يعني مش عارف محمد صلاح كان هيخسر ايه لو كان نزل صورة بتدعم فلسطين او بوست او ستوري، اللي هو الحاجات اللي احنا اصلا كناس عاديين بنعملها وبنبقى فخورين اننا عملناها، وبنبقى عايزين نعمل اكتر واكتر. فلو انت حد ليك كلمة مسموعة فليه ما تعملهاش؟ انا طبعا انا مش بهاجم حد، بس هو لا، احنا في وقت زي ده احنا ما كلناش كلنا واقفين ايدينا في ايدين بعض وكلنا بندعم بعض وكل واحد بيعمل اللي يقدر عليه، لا احنا كده مش هنوصل لحاجه. احنا كده يعني هنفضل في نفس اللي احنا فيه ده، واحنا مش عايزين نفضل في اللي احنا فيه. احنا في حاجه عارفين انها هتحصل، وبالعكس احنا عايزين بقى نقرب انها تحصل قريب. احنا لازم كلنا نبقى واقفين ايدينا في ايدين بعض ونعمل كل اللي نقدر عليه. استمروا والله العظيم، استمروا في ان انتوا تنشروا، استمروا في ان انتوا تتكلموا. اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. كل واحد عنده حاجة يقدر ان هو يستخدمها الاستخدام السليم. يعني انا برضو انا الوقت ده انا اصلا ما عنديش وقت اعمل فيديوهات، بس والله العظيم انا يعني كان لازم اعمل الفيديو ده، وده اقل حاجة انا ممكن اعملها. بل انا ما عملتش حاجة اصلا، وكل واحد فينا بيبقى نفسه يعمل اكتر من كده. في ناس اصلا والله العظيم لما باجي اتكلم مع زمايلي في الموضوع ده بلاقي في ناس يعني من كتر ما هي متضايقة من جواها هي نفسها تسافر فلسطين مع المقاومة، من كتر ما هي خلاص لا هي مش موافقة على اللي بيحصل، وانها يعني مش مرتاحة ان هي قاعدة في امان واخواتهم عمالين يموتوا. لا لا، احنا وربنا احنا اقوياء واحنا هنقدر عليهم. بس هي المسألة مسألة وقت. كده كده احنا عارفين، يعني احنا مذكور عندنا في القرآن اصلا اللي هيحصل، وهم عارفين كده. يمكن هم عشان عارفين كده بيحاولوا دلوقتي يعملوا اكتر خسائر ممكنة، يأذونا بقى، يموتونا، يعملوا كل الحاجات اللي يقدروا يعملوها. وانا والله العظيم انا صورت الفيديو ده رغم ان انا عارف انه ممكن ما ينزلش اصلا بسبب ان كله بيدعم الطرف التاني، محدش عايز حد يدعم فلسطين. انا ببقى مبسوط جدا عن نفسي لما بشوف مثلا دولة اجنبية فيها ناس بتعمل مظاهرات بتدعم فيها فلسطين، لان دي يعني ادميا هو ده الصح. المفروض ان انت طالما في حد بيأذيك المفروض تدافع عن نفسك، هو ده المتعارف عليه، واحنا هنتحرر باذن الله. بس ده يعني اللي كان موجود جوايا، واللي مبسوط جدا ان انا طلعته، وان انا برضو ما حسيتش بفرق كبير، لان دي مش حاجة، اللي انا عملته ده مش حاجة. بس انا خلصت كلامي كده.